ناس بتمر معاها فيزة الزيارة تبعت الشارقة. حكينا عن الموضوع من سابقا. زيارة الشارقة أحيانا بيكون مخالف له أكثر من سنة. ثواني، يعني الفيزا قبل بسنة من السنة اللي هو عايش فيها. يعني خلينا نقول نحن حاليا دخلنا 24 صح؟ كويس. لو أنت كانت الفيزة الشارقة اللي إلك الزيارة مخالف عليها وكانت هي 2022 وبدك تعمل ضمان صحي بأبو ظبي، فحط ببالك أنه شركة ضمان بدها شو؟ بدها المخالفات اللي انت كنت مخالف عليها بالشارقة، لانه ما راح تقبل لك فيزة الزيارة. الموضوع هذا مهم، مر معانا نحن من كم من يوم، فمشان هيك عم بحكي فيه. يعني انت فيزة الزيارة الشارقة والفيزا هي مضى عليها اكثر من سنة، فانت لما رح ترفق الاوراق بالضمان الصحي بابو ظبي رح ترفق الاوراق بشو؟ بانه هذه الفيزا هي من سنة. ضمان رح يخبرك ماشي انه هي الفيزا لها اكثر من سنة. فانت شو رح تعمل؟ انت لازم تكون محتفظ بالمخالفات انك انت دفعتها من وين؟ من الشارقة. اغلبية الناس اللي بتدفع المخالفات ما بتحتفظ بوصل المخالفات اللي بتاخده من مطار الشارقة اللي حكيت لك اياه بالفيديو السابق. فعليك يلي الشخص اللي عندك زيارة وقلت الزيارة اللي لك طويلة، يعني انت خالفت عليها بمدة طويلة جدا، يعني اكثر من سنة، اوكي، وحاليا اجيت على ابو ظبي اللي عند كفيل او شركة وبدك تعمل ضمان صحي، فالاستمرارية اللي إلك لحتى يقبلوها ما هي فيزة الزيارة القديمة، لأنه هي فوق السنة ما رح يعترفوا عليها. لازم يعترفوا على الوصل تبع المخالفات أو النيابة اللي أنت دفعتها وين؟ بالشارقة. موضوع مهم جدا. في ناس كثير ما بتحتفظ بالوصل اللي هو تبع المخالفات. احتفظ بالوصل وبين لي بالتاريخ امتى كنت مخالف وامتى صار الموضوع معك. أتوقع موضوع مهم، ما يعني داخل فيه هيك شهدة سعدة. شكرا لكم، سلامات.